اللعيب ده احبه وما احبوش. انا بحبه عشان هو جامد، لا، ما بحبوش هو- عشان هو جامد برضه. انا هروح لاخر واحد بقى، وده كان لازم يتساب لاخر حاجه بالنسبه لي انا شخصيا. ده موضوع شخصي بقى بغض النظر عن اي حاجه. ماشي قول. عايز اسمع راي الناس في اللي بيقولوا مهند ده، عشان بيقولوا ده بجد يعني يثير الجدل جدا. يعني هل معلول احسن محترف في تاريخ الاهلي؟ انا هروح لاخر واحد بقى، وده كان لازم يتساب لاخر حاجه بالنسبه لي انا شخصيا. ده موضوع شخصي بقى بغض النظر عن اي حاجه. ماشي قول. قول لا قول انت عايز انا تقول. اللعيب ده احبه وما احبوش. انا بحبه عشان هو جامد، لا، ما بحبوش هو- عشان هو جامد برضه. لا ده هو دي اسباب شخصيه بقى. دي فكان حقيقة. لازم علي معلول يفضل لحد اخر حاجه خالص. اسرع دليفري في مصر. علي معلول انا بالنسبه لي هو احسن محترف جه في تاريخ النادي الاهلي، بغض النظر عن كل الحاجات اللي احنا تقيلة، خد قلناها بالك. عن جilberto وعن فلافيو وعن كل اللعيبه دي. تقيله وهتثير لا، الجدل. لا انا بالنسبه لي علي معلول في طب حته. انا عايز اسمع راي الناس في اللي بيقولوا مهند ده، عشان بيقولوا ده بجد يعني يثير الجدل جدا. يعني هل معلول احسن محترف في تاريخ الاهلي؟ انا شايف كده، واعتقد ان 70% من الناس او اكتر كمان ممكن تتفق معايا. احب اعرف. فلا بغض النظر عن اي حاجه، مش بكلمك على كواليتي كوره. ممكن يبقى جilberto اعلى ككواليتي كوره من معلول في الحته بتاعه الباك الشمال دي. بس علي معلول لو ما كان مصري كان هيتعامل معامله الاساطير في النادي، زي ما كان بيتعامل فيها ابو تريكه والخطيب بالظبط. عن كل الحاجات اللي هو عملها، وعلى الارقام اللي هو كان بيعملها، وعن المساهمات اللي هو بيعملها، وعن حبه وانتمائه للنادي وكل الكلام ده. علي معلول جاي الاهلي من 2016 لسه ماشي السنه اللي فاتت. انت ما سمعتش مشكله واحده هو عملها. ما عمل كل الاصابات اللي هو بيرجع فيها بيروح ويتعالج ويرجع في ميعاده زي ما هو، بغض النظر عن اخر فتره. انا مش عايز بس ناخد الجزء اللي بره الملعب في اعتبارنا، علشان أنا ما فاهم. تتكلمش انا باحساسك. لا فاهم؟ انا بكلمك ان هو كان هيتعامل ليه اسطوره هنا. ايوه زياده عن اللي في بالظبط. الملعب يعني. بالظبط. لا انت لو هنتكلم على اللي في الملعب، فعلي معلول هو من على ترانسفير ماركت هو مساهم ب 135 جون مع النادي الاهلي في 9 سنين باك شمال. علي معلول اصلا قبل ما يجي الاهلي كان واخد هداف الدوري التونسي مع الصفاقسي. ايوه دي حقيقه، سمعت المعلومه دي يعني. يعني هو اصلا جاي مدافع جاي واخد هداف الدوري التونسي مع الصفاقسي. في حاجه غلط في الموضوع. فاللي هو انت هو اصلا المفروض ان هو كان، بس هو كان معاهم للامانه ما كانش بيلعب باك كان شمال. بيلعب وينج. كان بيلعب وينج شمال قدام. بس هو في الاخر هو كواليتي ان هو بيلعب باك شمال. فانا بالنسبه لي علي معلول اللحظه اصلا اللي هو لبس فيها شورت الكابتن في الاستاد، وان الجماهير كانت بتناديله، وان كل اللي حصل بعديها ده. فلا انا علي معلول انا من قبل ما نبتدي الليست اهو، انا علي معلول رقم 1 عندي قبل اي كلام يعني.